بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعادل بطعم الفوز للاتحاد. الأهلي كان بيلاعب المهدي سليمان. كولر فشل ذريع، عشان لما نقول لكم ان الراجل ده قليل فنيا، يعني تالت ماتش على التوالي. اول ماتش سيراميكا الناس بس فرحانه ان كسب 4 الشوط ولا 5 الشوط التاني. جه بعد كده في ماتش زد كسب 1 وكان مفروض فيه ضربة جزاء. النهارده في ضربة جزاء في الاول، والفار والحكم والكابتن ياسر عبد الرؤوف لازم يبقى لك وقفة. يا اما الناس دي عايزة تفشلك من البداية كده، يا اما يبقى لك موقف وموقف قوي وتدي عقوبات للراجل اللي كان قاعد على الفار. والنهارده الحكم اللي عامل فيها ضابط مباحث، عامل لي فيها ضابط بيمسك اللعيبه مش عارف كورنر على الاتحاد، يقول للراجل ما تمسكش ويزقه. وجات في الكاميرا كذا مره يزق اللعيبه على لعيبه الاهلي. انت في ايه؟ مش ده محمد معروف اللي قال لك الاهلي مش عايزه وما يحكمش؟ مش ده محمد معروف اللي حكم مباراه الاهلي والزمالك في النهائي وهو كان قاعد على الفار ولغى جون الزمالك؟ مش هو ده محمد معروف بتاع السنه اللي فاتت في ماتش سيراميكا لما وسام ابو علي عمل شقلباز وقام جاي مديله ضربه جزاء بدل ما اديله انذار؟ ما هو النهارده برضه ضربه جزاء الشوط الاولاني من بره بتاعت حسين الشحات، رجليه الاتنين بره يا رجاله، مش على الخط. السنه اللي فاتت كانت على الخط الكوره في ماتش الزمالك والمقاولين، والتاني قال لك انا مش مقتنع. النهارده اتضرب حسين الشحات، اتضرب بس رجليه الاتنين بره، اتخبط بره رجليه الاتنين. هو وقع جوه 3/4 بس رجليه من بره، الخبطه من بره. ولكن هنقول ايه وهنعيد ايه؟ وعايزين نقول للناس المسؤولة اللي هي بتدير الرياضة في مصر، مش عاجبكم ادوا الدوري الاهلي وريحوا دماغنا، بدل ما الناس النهارده تصرف واحد زي بابا فاسيليو ده يضيع مجهوده عشان ان انت عايز تجامل. ضربة جزاء في اول ربع ساعة، الفار ما جابش ليه؟ الفار ما جابهاش ليه؟ يا عم شوفها قدر مش ضربة جزاء بس ادي كل واحد حقه. انت بتاعت حسين الشحات عدتها 800 مرة لغاية ما قلت تعالى انت يا عم وائل فرحانيا اللي قاعد على الفار، انت كان نظامك ايه النهاردة؟ كان نظامكوا ايه؟ وانتوا لازم تكسبوا النادي بعينه؟ ما تدي كل واحد حقه يا عمي، يكسب بمجهوده. ضربة الجزاء التانية ضربة جزاء بتاع طاهر محمد، ضربة جزاء واللي هقول لك غير كده يبقى مش ما عندوش فكرة عن الكورة. بس دي في الحق هما ليهم ضربة جزاء ما جبتهاش ليه؟ هما ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات من بره. يعني انا مش عارف، نفسي بقى الاستوديوهات التحليلية اللي هي طالعه دلوقتي وبيقول لك ايه، انا ما بحملش المدرب كل حاجه. لا تحمل المدرب كل حاجه، لان واحد زي كهربا ده انت السبب في النهارده يبقى نازل ده مش قادر يقف على رجله، لانك انت مش مجهزه كويس، انت موقعه نفسيا، انت ذبحه نفسيا. كهربا ده اللي هو جاب لك بطوله افريقيا السنه اللي قبل اللي فاتت، كهربا ده اللي خلاك خدت الدوري، كهربا ده اللي خدت الكاس لما نزل وجاب لك ضربة جزاء في ماتش السوبر اللي هو بتاع بيراميدز اللي كان في الامارات. كهربا ده هنقعد نقول كهربا انت السبب في اللي هو وصل، انت السبب. طالعين بقى يطبلوا ويقول لك ايه، لا اصل المدرب مش هيتحمل لا يتحمل يابا، امال بياخد دولارات ازاي؟ اداء النادي الاهلي ما بيلعبش كوره، النادي الاهلي هو بس الفرق بتبقى خايفه من الحكم عشان بيضغط عليهم. ده النهارده بقول لك عامل فيها ضابط مباحث، محمد معروف عامل فيها ضابط مباحث عليهم، حتى بين الطيمين وهو بيكلم الراجل اللي هو بابا فاسيليو بيتكلم وبيشوح. في اخر الماتش راح له كولر عمال يتكلم معاه ويعمل له كده ويعمل له كده ويهدى ايه يابا في ايه؟
انتوا بتفرقوا حتى كمان في المعاملة. انا مش عارف في ايه، يعني بصراحة مش عارف. وعمال يلحقهم في واحدة لفادي فريد، الراجل اللي اسمه خالد عبد الفتاح بيموه وبيرجع له تاني، الراجل حط جسمه وخد الكورة، لحق وصفر. صفر واحدة رامي ربيعة، لحق وصفر. الله، ده انت في واحد اتضرب قدامك من يحيى عطية الله، ضربه بكتفه في دماغه وما حسبتش فاول ولا وقفت اللعب ولا جريت عليه ولا اديته اي انذار حتى ولا. في ايه يا جدعان؟ ما ادوا الدوري من دلوقتي للنادي الاهلي وريحونا، والله ريحونا. احنا مش، بص، احنا يا اما يبقى في نظافه في الكوره، يا اما خلاص خلصوا وقول لك خلاص هي كده، الاهلي هياخد الدوري يبقى خلاص، ما حدش يوجع دماغه ولا انديه تصرف ولا انديه تيجي. يا راجل ده حتى كمان من القرعه الاهلي يلعب اول 14 ماتش هنا، وخلي بالك ان الدور الاولاني الفرق اللي هتلعبه مش هتلعبه في الدور الثاني. شو، هات لي بقى اي فرقه كده هتلعب 14 ماتش زي النادي الاهلي على ملعبها الدور الاولاني، يبقى دي قرعه موجهه. يبقى في فرق زي بيراميدز النهارده مثلا بتلعب الساعه 5، الاهلي مش هيلعب الا 4 ماتشات طول الموسم الساعه 5. 4 ماتشات مش هيلعبوهم الا الساعه 5 في ال 18 ماتش اللي هم في الدور الاولاني. انما هتلاقي بيراميدز وهتلاقي الزمالك وهتلاقي الناس اللي بتنافس كلها. طب فين هنا بقى مبدأ تكافؤ الفرص؟ ازاي يعني؟ يعني النهارده بيلعب الساعه 8 وبيراميدز بيلعب الساعه 5. طب ما تعالى بقى، يعني طب طالما هتلعب على ملعبك ال 14 ماتش الاولانيين اديله 8 9 الساعه 5 عشان يبقى انت معوض دي بدي. انما لا، لازم زي بالظبط القرعه بتاعت كاس مصر اللي هو السوبر المصري، لقينا الزمالك وبيراميدز وما اتعملش قرعه، الاهلي بسيراميكا ما اتعملتش قرعه، وفي فرقتين بيلعبوا الساعه 4 وهو ما لعبش الساعه 4. هو ده مش ذنب الاهلي، ده ذنب الناس اللي هي عماله تطبطب على الاهلي. وده اللي في الفتره اللي جايه في كاس العالم الانديه او للكاس الكونتيننتال ده، ربنا يستر بقى، لان انتوا بتجاملوا الاهلي وهو وحش، وهو وحش بجد، هو وحش ما يستاهلش. بدليل ان اتعادل النهارده، وكان المفروض يتعادل زد، وكان المفروض لو اتحسب ضربه الجزاء في ماتش سيراميكا اللي جت في ايد وسام ابو علي والنتيجه 1-1 كانت هتغير مجرى المباراه. ولكن هم ما قدروش يحسبوا ضربتين جزاء على الاهلي، يحسب على اي فرقه في مصر الا النادي الاهلي. عشان كده عملوا من بنها زي كرة النهارده بتاعت عطية الله ده، ولا يحيى عطية الله، ما جت في ايده يا جدعان. طب ما اتعادتش اللي بعدها بربع ساعة. طب انت فينك يا عم وائل يا فرحان؟ ما قلتلوش تعالى ليه يا كابتن محمد؟ في ايه؟ انا عايز اعرف في ايه. والله العظيم انتوا كرهتونا في الكورة، والله. هو الموضوع مش موضوع اهلي، والله ما موضوع اهلي. امتى يبقى عندكم ضمير؟ يعني امتى يبقى عندكم ضمير؟ امتى يبقى عندكم شفافية؟ امتى؟ ما الاتحاد صارف والاهلي صارف، الكويس يكسب، الكويس يكسب، انما انت لازم تكسب الاهلي. نرجع مرجوعنا بقى الكورة، وللناس اللي كانت زيطة الكام يوم اللي فاتوا. انا النهارده لو مدرب بجد وفاهم بجد لازم ادي النهارده مصطفى شوبير، عشان ااكد. ما انتوا طلعتوا وقلتوا لا اصل هو بينافس على احسن حارس مرمى في افريقيا ولازم ياخدها، وده لسه مش عارف ايه، وكلين شيت مش عارف ايه، وكل كلام. طب ما وقفش ليه النهارده؟ يا رجاله ما وقفش ليه النهارده؟ مش انتوا بقى في حته العدل والشفافيه، وعشان تاكدوا ان هو كان لازم يقف على عواد يرجع يقف في ناديه، ولكن حد يقدر؟ ده الشناوي وانتوا عارفين يعني ايه. المهم بدأ بالشناوي وبدأ بخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، وناحية الرايت أكرم توفيق، وناحية الليفت يحيى عطية الله، 2 ديفندرات كوكا والسولية وإمام عاشور. ايه رأيكم في ضربة الجزاء اللي ضاعت؟ ده الكرة هما بيلعبوا في ملعب السلام،
الكرة جت العباسية. لا مش العباسية، الجزيرة، لأن الكرة تبع النادي الأهلي، لأن ماتش النادي الأهلي. الكرة النهاردة رجعت الجزيرة. مش هنعلق عليه كتير عشان بس ايه الناس بتقول لك أصلي هو السبب في التعادل النهاردة، برغم ان ضربة الجزاء غير صحيحة، ولكن ربك ما بيضيعش مجهود حد، فهو سبب النهارده في التعادل. فطول الماتش عمال يهجس. واحدة النهارده المفروض يعملها كده لطاهر او لكهربا، بيعمل كده بيشوط، وهو لا جسمه معدول ولا مواجه الجون ولا الكرة جاية مرتاحة له. فبرضه دي من الحاجات اللي عليها علامات استفهام. ما يقعد يا عم، يقعد لغاية ما يجيب مستواه، يقعد لغاية ما يجيب مستواه. وبعد كده لعب بطاهر، محمد طاهر اللي بيقارنوه بزيزو. يا عم طاهر ماشي كويس، انت زيزو ده بقاله 4-5 سنين هو نجم الشباك، فانتوا جايين بقاله اسبوع ولا 10 ايام عملهم، ولا ماتشين عملهم كويس جاب فيهم جونين. انتوا قارنوه مثلا بناصر منسي. ناصر منسي برضه في السوبر الافريقي نزل جاب جون، اول لمسه له. بعد كده في ماتش البنك الاهلي جاب جون وعمل ضربه جزاء، وبعد كده ماتش سموحه جاب جون. ده يقارن بده. انما مع كل الاحترام زيزو ده في حته تانية، مع ان انا الفتره الاخيره يعني عارف ان هو مش مستواه، بس في ضغوط بقى، وفي لعب الموسم كله لحمه في بعض، وطلع على اولمبياد باريس، وبعد كده رجع تاني مع المنتخب، وبعد كده رجع تاني مع النادي، وبيتخبط وبيتضرب، وهو الوحيد اللي بيتراقب في فرقه الزمالك، فعليه ضغوط كتيره، فهو برضه لازم مش هيبقى في مستواه يعني. فبقاله 4 سنين في مستواه، ايه يعني لما بقاله شهر ولا شهرين والناس تشيله يعني. بس هي المقارنات ليه عايزين يركبوا الاهلي لعيبه الاهلي، وده طبعا حسام هو اللي مدي الصلاحيه للكلام ده. انما المفروض ان المنتخب حاجه والاهلي حاجه تانية، والزمالك وكل الفرق. نرجع مرجوعنا بس عشان بس حته ايه مصطفى شوبير، وانا بقول لك مصطفى شوبير يقف. بس كان الماتش الاولاني اللي هو بتاع كاف فيردي كان يريح الشناوي وكان يدي العواد، يبقى ده ماتش وده ماتش، عشان لما يرجع بعد كده حسام حسن في الماتشات الرسميه يبقى عارف ان الشناوي مثلا رقم 1 ومين يبقى رقم 2، لان هو لاعب الاتنين، وهنشوف مين اللي اجاد في الماتشين، عواد ولا شوبير، عشان يبقى هو الراجل التاني. برضو الحته بتاعت طاهر هو انا المفروض ما اتكلمش فيها، بس طبعا عشان الهيصه اللي هي حاصله. طاهر يا عم طاهر كويس ماشي، ما اختلفناش مع فايق الفتره دي، بس خلي يبقى فيه استمراريه. يعني بعد 4-5 اسابيع تبقى نحكم على طاهر، مش هقول لك الموسم، لا 4-5 اسابيع لو هو مشي بالمستوى ده نبدا نقارنه بقى بحسين الشحات، ببيرسي تاو، بمصطفى شلبي، مش عارف اي حد تاني الا زيزو يعني. نرجع تاني مرجعنا كولر. ماشي، انت لو ما جبتش جون اول ربع ساعه بحماس الجمهور وحماس اللعيبه وان اللعيبه واقفه على رجلها والكلام ده بتلوث الشوط الاولاني لغايه ما النفخه ضيع ضربه الجزاء، شاطها وراحت الجزيره، واخد بالك. وبعد كده طول الماتش احنا مش شايفينه، حتى بعد الشوط الثاني ما بدا مش حاسين بامكانياته يعني. فما فيش مشكله انه ينزل قفشه يلعبك الفرقه ويمسك لك كوره وبتاع ويخلي الشكل كويس. جت ضربه الجزاء الثانيه بتاعت طاهر محمد طاهر، جبت جول. هتقولي بقى المفروض ايه؟ ان انت ترجع تدافع ولا تبدا هاجمت، بس الهجوم بتاعك غيرت متاخر، تغييراتك اللي هي بتجدد نشاط الفرقه عملتها متاخر. رضا سليم نازل مبوز، بيرسي تاو نازل مبوز، قفشه نازل مبوز، وبعدين لعبت لي لعيب صغير 20 سنه. ما تسيب كهربا يجيب جون ولا حسين الشحات يجيب جون، انت متعادل يابا، انت مش فايق، انت واقف على الخط مش فايق. امال بتقعد تكتب ايه طول ال90 دقيقه؟ يعني بتقعد طول ال90 يعني تكتب ايه؟ انت طلعت كهربا اللي ممكن يجيب لك جون، وحسين الشحات اخطر لعيب في الملعب النهارده، اللي هو كان نجم الفرقه النهارده، اللي هو سبب الخطوره كلها سواء الشوط الاولاني او الشوط الثاني. بس انتوا عايزين تنجموا طاهر،
لا، اللي نجم النهارده كان حسين الشحات، عمل كل حاجه في الكوره النهارده، شاط ورقص وجاب ضربه جزاء مش صحيحه، بس عمل، انتج. هتقول لي طاهر جاب ضربه جزاء، هي الوحيده الحسنه الوحيده اللي عملها. ده النهارده في واحده في اول الشوط الاولاني اللي عملوا ضغط فيها وخدوها، لو عملها بكعبه للنفخه كان النفخه برضه هيشوطها في السماء، بس يبقى عمل اللي عليه. على فكره النفخه دي عايزه اقول لكم يعني ايه، ولا بلاش مش دلوقتي عشان بس ايه ما تزعلوش يعني، بس هي والله الحقيقه اقسم بالله اكتر صفقه اتضحك عليكم فيها، بس هي عشان ان هي جايه من الزمالك فانتوا عمالين تقاتلوا. يعني النهارده بعد ما هو ضيع ضربه الجزاء، حد يقدر يقول له انت ضيعت ضربه جزاء؟ هنرجع بقى للنشيد الوطني، عارفين انتوا النشيد الوطني؟ فمحدش يقدر يكلمه، محدش يقدر يبص له، لا يقعد. انا اول مره اشوف النادي الاهلي في حاجات كده مش متعودين عليها. ده حسام حسن وابراهيم حسن اتوقفوا، النادي الاهلي وقفهم، اللي هم كانوا ساعتها يعني نجوم الدنيا والاخره في الوقت ده، والنادي الاهلي ما فرقش معاه، وقف واحد 6 شهور وقف واحد تاني 6 شهور. ف يعني هعدي الحته دي بقى عشان ايه نكمل يعني. فطبعا الشكل النهارده انت ما ضيعتش فرصه او فرصتين، بس كلها ايه دربكه، وتيجي للراجل يحط مفيش فرصه صح، مفيش واحد راح انفراد وقام جاي مثلا حطها في العارضه، حطها من فوق العارضه، مفيش الكلام ده، كله نظام اللي هو يلعب في ال 18 وقعت قلطش وقعت قلطش وقعت قلطش. هو انا نقاش ولا نجار يقول لك اخبط ولا دق ولا معرفش؟ عايزين كوره بجد اللي هي ترقيص وخش زي حسين الشحات كده، هو الوحيد اللي بيعملها حسين الشحات، والباقي كله على الله حكايتهم يعني. فالنادي الاهلي وحش، فعدل ربنا ان في الدقيقه 87 الاتحاد يجيب جون عالمي، وطبعا المخرج عمال يعدها من هنا عشان يقول لك ده جت في ايد الراجل، يعيدها من ورا ويعيدها من قدام ويعيدها من الجنب ويعيدها من الناحيه التانيه ويعيدها من فوق. ما عدتش ضربه الجزاء ليه اللي على يحيى عطية الله؟ يعني سؤال، ما عدتش ليه الكرة بتاعت الفاول اللي يحيى عطية الله ضرب الراجل بكتفه في دماغه وهو بيلف عشان يعمل سبرنت عشان يعدي بالكرة والتاني اعاقه؟ ففي حاجات بصراحة يعني يا كابتن ياسر لازم يتعاد فيها حسابات. انا بكلمك انت لان انا عارف ان انت عندك ضمير. الناس دي يا اما هيفشلوك من دلوقتي، وبداية انت اول ماتش تحت قيادتك ده ويحصل فيه كده. طب انت النهارده في ماتش فاركو مثلا، في كوره الراجل بتاع فاركو نط في الهواء وطلعها وهو في ال 18، فالكوره طلعت، فالراجل نزل وبياخد الخطوه الثانيه داس على رجل الراجل بتاع انبي. لقينا الفار قام جايب الكوره مره واتنين، وقام جايب الحكم، والحكم لما راح شافها مع ان الكوره كانت خلاص بعدت وخلاص، ولقينا الحكم راح شافها في الفار ورجع ادى ضربة جزاء. قلنا بسم الله ما شاء الله، ده الدنيا هتبقى زي الفل. اللي حصل في ماتش الاهلي ده فضيحه، ضربة الجزاء والكرة بتاعت اللعيب الافريقي اللي هو يحيى عطية الله ضربه في دماغه، والكرة التانية بتاعت فادي فريد اللي هو خطفها وكان هيروح انفراد على الجول. ما الكرة دي نفس الكرة دي اللي في ماتش السوبر المصري اللي خدها وسام ابو علي من المسلوسي ودخل نفس الكوره. عيدوا كده الكوره دي وعيدوا الكوره دي، بس هنا ما اتحسبتش لوسام ابو علي وبقى انفراد وضيعها، هنا كان هيبقى انفراد فهو لحق وقام جاي مصفر فاول، مع ان الراجل اللي راح له يعني ده اللي عمل كده وبيمول كده، الراجل قام جاي حاطط جسمه وخد الكوره وهيروح يجيب جول، فلازم يلحقه. فدي وطبعا ده مش النادي الاهلي ملوش ذنب فيه، انا بكلمكم على الراجل اللي هو عامل فيها ضابط مباحث، اللي كان قاعد في ماتش الفار في ماتش الاهلي والزمالك في كاس مصر، وهو عشان ما يشيلش الليله جاب امين عمر وقال له الكره اوف سايد عشان هو يخلي، اللي هو كان مفروض ان هو كان رقم 1 في الفار.
كان هو وحاطين محمود عاشور صرميه كده عشان ايه ما يبقالوش راي، انما الراي كان راي محمد معروف وما اتحسبتش، وضيعوا بطوله على نادي الزمالك لان الجون صحيح مليون في الميه. وجه طاهر بعديها في ماتش سيراميكا راجع من الاوفسايد والكره راحت له جابها جون، بس ده طاهر، ده النادي الاهلي يعني. النادي الاهلي انا بكلمكم مستواه ما يطمنش، داخل على بطولات كبيره بالشكل ده، مستواه ما بيطمنش، لانك انت بتكسب ضحك على جماهير النادي الاهلي. ماتش النهارده اتعادلت المفروض تخسره لو اتحسبت ضربه الجزاء، ماتش زد تتعادلوا لو اتحسبت ضربه الجزاء، ماتش سيراميكا كنت هنقول تتعادلوا لو اتحسبت ضربه الجزاء بتاعت اسامه ابو علي اللي جت في ايده، واخد بالك. خش قبل كده بقى في كاس السوبر المصري، وخش قبل كده في كاس السوبر الافريقي، وبعد كده الاهلي من اول ما بدا الموسم ما فيش مباراه مميزه، لازم في مسانده، والمسانده دي بتخليه يا يكسب يا النهارده يتعادل، بس النهارده تعادل غصب عنه مش بإرادة الحكم، لأن في الدقيقة 87 اللي قعدوا يدوروا على حسب إن الكرة تبقى جت في إيد الراجل يمين وشمال. الأهلي ما بيقدمش كورة، الأهلي مش مقنع، الأهلي خوف، وده داخل على بطولات ربنا يستر. العوامل المساعدة دي هي اللي مخليها كولر قاعد وبيضحك عليكم. يعني المفروض بقى ان انت في بدايه موسم، يعني تتفرج على لعيبه الاهلي كلها واقفه على رجليها، كله عايز يلعب، كله في الفورمه، كله وطبيعي تكسب الزمالك في السوبر الافريقي، طبيعي تكسب في السوبر المصري، لانك انت احسن فرقه جاهزه. انت لا ينقصك شيء الا مدرب، لا ينقص النادي الاهلي شيء الا مدرب. بس للاسف بقى كل المطبلاتيه يطلع كولر الروتيشن ده بيعمل حاجات ده الماتش اللي فات بتاع سيراميكا غير ايه، ده جاب في الدقيقه الاخيره وهو متنفض من سيراميكا جاب جون، واول ما نزل جاب جون. هو ده اللي فرق في فرقه تقع وفرقه تقف على رجليها. انما يقول لك لا 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 تغييرات ويطلعوا بقى بسم الله ما شاء الله. اتفرجوا، هنريح الكونتيننتال وبعد كده كاس العالم للانديه، وهنشوف بقى المستوى الحقيقي والطبيعي، وهنشوف برضه في افريقيا، بس يبقى في حكام عندها ضمير. النادي الاهلي هتلاقيه بجد بيشحت كوره على ايد الراجل ده، مع العلم ان عنده لعيبه بس هو موقع نفسيا. رضا سليم، بيرستاو، كهربا، قفشه، مصطفى شوبير، عندك عمر كمال، عندك في لعيبه بعينها كده هو موقعها اللي هي عندها الحلول، وبيعتمد على لعيبه هوب هوب هوب، طلع، شيل، نظف. فالفترة اللي جاية صعبة على النادي الأهلي، وأنا بقول الكلام ده والله في صالح النادي الأهلي. هيطلع بقى كل المطبلاتية يقعدوا يشتموا ويقلوا أدبهم وبيقولوا بقى، لا هو ده اللي أنا مقتنع بيه، واللي مش عاجبه ما يخش يريح دماغه. هتخش تشتم منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هسلم أمر ربنا ولا بيجيب لي حق. النادي الاهلي ما يطمنش، النادي الاهلي وحش. دي والله من قلبي للناس اللي هي المسؤولة عشان تلحق انقاذ ما يمكن انقاذه قبل ما تخشوا بقى البطولات الكبيرة وتلاقوا نفسكم تشيلوا 3 و4 ومفيش حكام هتلحقكم، ومفيش اعلام هيلحقكم، ومفيش مخرج هيلحقكم، ومفيش فار هيلحقكم. فلازم تتعادل الحسابات دي تاني. اشوفكم ان شاء الله بكره بعد ماتش الزمالك، ومبروك لفرقه الاتحاد المكسب بطعم الفوز. انتوا النهارده كلكم رجاله، بس ابو الرجوله كلها المهدي سليمان. الاهلي بيلعب المهدي سليمان، تخيلوا الاهلي بيلعب حارس مرمى ومش عارف يكسب. ده تقصير مش من اللعيبه، لا تقصير من الراجل المدرب اللي عبر. اشوفكم بكره ان شاء الله، السلام عليكم.